قريت رسالة واحدة والله إني مت من الضحك. وش تقول؟ هي تقول إني أنا مقدمة على زواج. تقول لي واحدة صديقة، خالتي وصديقتي، تقول قريبة من مرة، قالت اسمعي يا فلانة، عندي لك نصيحة، لو اهتميتي فيها رجلك يبي يروح معك وطي. تقول أنا جديدة، فقلت يلا عطيني وش الخطة. قالت شوفي بشهر العسل كل ما حط عينه عليك يناظرك سوي حركة واحدة تراك بتريحين وطي. قالت وش اسوي؟ قالت اول ما يناظرك الرجال سوي كذا بعيونك. والله اني ما انا مستاهل. قلت وش الحركة دي؟ قلت هذه يعني دلع، اول ما يناظرك اعطيله تكبيسة. قالت اقول لك رجلك بيروح وطي، هذه معروفة الحركة عند المتزوجين. تقول انا اخذت النصيحة معي، تقول تزوجت، رحنا شهر العسل، ثم كل ما التفت علي رجلي قلت له تقول اعطيته تكبيستين كذا ثلاث. تقول المهم لا راح ورجع قال لي فلانة، تقول قلت له نعم. تقول لو يصد عن ثانية ويرجع يقول لي شفت لي تو مرينا بجنبه المطعم، قلت له هي وش فيه. تقول أنا لاحظت لمني سويت هالحركة يصد هو يسوي نفسه ما يناظر، قلت بس طحت بشباكه، واضح انه من الخق يستحي فيصد. تقول يوم صار سادس يوم وانا عيوني بس يشر لو يناظر من السيد الثاني اعطيته اليوم السادس دخل ومعه كيسة صدلية. تقول قلت له وش فيك يا سماشر؟ قال لا انا ما فيني، انت يا حبيت عيونك شكل بين بلا بين حساسية بين جفاف، يعني صراحة رحمتك فجبت لك قطرات، حاولي تقطرين بين ولا تشوفي لك اي حل، انت المفروض تلبسين نظارات. قلت له وش تقول؟ قال لي اخي ارحمك انا بك تكبيس غير طبيعي. تقول انا خفت اني اقول له هذا دلع يسطره، لانه هو راح من له 6 ايام بس يدعى يا كريم، وكل ما شافني يرحمن وقطع قلبه وانمخ. تقول اخذت منه الكيس غبيته قال لي قطرت. تقول عقب ما عدت هالحركة، تقول حسبي الله على ابليس هالرقم.